اهلا بيك. في الفيديو ده هنتعلم ازاي ندمج ما بين الكتابة اللي احنا اتعلمناها والكي فريم او الانيميشن اللي احنا اتعلمناه. اعمل لايك سبسكرايب. انا اسلام مندو بعلمك ادوبي افتر افكت من الصفر للاحتراف، ويلا بينا. بص يا صديقي، اول حاجة كده هنكتب كتابة جاهزة. انا علمتكم المرة اللي فاتت ازاي تكتب بالعربي وبالانجلش. بتجيب على حرف التي دوت وبتكتب اللي انت عايزه وتبدأ تعدل عليه من هنا. لو انت ما اتفرجتش على الفيديو الكتابة فانت لازم تتفرج على الفيديو اللي فات، بعلمك الكتابة باحترافية بالعربي حتى لو البرنامج مش بيكتب عندك عربي، وبالانجلش، وازاي تظبط المسافات والخطوط وكل حاجة في الكتابة. اتمنى انك تخش تتفرج عليه. انا مجهز يا صديقي كتابة كده وهنعمل عليها شوية تأثيرات او شوية كي فريم او نلعب فيهم كده زي ما بيقولوا، بحيث ان احنا نحركهم او نخليهم حيين الكتابة. هنيجي عند اول حاجة وكلمة من الصفر للاحتراف. هنخليها كده تظهر بسكيل، يعني تيجي من ورا لحد ما تظهر قدامنا، ودي هنلعب في السكيل بتاعها. طبعا احنا نروح على اول الفيديو او اول الكتابة، يعني بعد ما كتبناها ونروح عند كلمة سكيل. هنيجي عند الكتابة ديت ونروح عند كلمة سكيل، نعمل كي فريم او نشغل علامة الساعة. لو ما اتفرجتش على فيديو بتاع الكي فريم بعلمك فيه كل حاجة عن الكي فريم. المهم يعني ان احنا بنشغل علامة الساعة ديت، بيبدأ يعمل معايا كي فريم. بعد كده بروح قدام شوية وبروح عامل بقلل السكيل بتاعي او بعلي السكيل بتاعي. بس انا خلينا في الاول كده نروح هنا نقلل السكيل على الاخر. تمام. بعد كده نروح هنا نعمل كي فريم تانية ونعلي السكيل بتاعها. تمام. تعال اتفرج عليها كده، شايف بتعمل ازاي؟ فحلو قوي. عايزين بقى كلمة افتر افكت وهنلعب في الشفافية بتاعتها. نروح برضو عند السهم ده والترانسفورم، وبعد كده نروح على اول الفيديو ونشغل الكي فريم بتاعت الشفافية، ومنها نروح مثلا عند مثلا لاست كي فريم هنا، نروح عند اخر كي فريم هنا ونشغل ونخلي الاوبسيليتي، نروح عند اول الكي فريم الاول، الشفافية نخليها صفر. بعد كده اخر كي فريم ونخلي الشفافية 100%. اتفرج بقى، بص بقى هنا، شوف ده بيظهر ازاي، ده بيعمل ازاي. طب عايزين نضيف بقى حاجة كده لذيذة معاهم، وهي هنضيف شيب. برضو الشيب او انك تعمل شيب او تعمل شكل بيضاوي او دائري او تعمل اي شيب انا معلمهولك في الفيديو اللي فات. هنروح بقى نعمل الشيب بتاعنا زي ما اتعلمنا المرة اللي فاتت. عمل لي الشيب بتاعي اهوت بالمنظر دوت، بس لونه احمر وانا عايز ابين الكلام. هروح اتك عند اللون بتاعك واتك مع حرف الالت واتك كليك، بدأ يعمل لي لون ولون. تك كليك تاني، عمل لي لون تاني، بس انا مش عايز كل ده. ايوه، خليهولي من غير خلفية خالص. بعد كده اروح اعمل ستروك ابيض. بقى المنظر ده عندي، لا بس انا مش عايز الشكل ده. نتك كليك، الت وكليك، الت وكليك، الت وكليك تاني، رجعهولي ابيض. الستروك تقيل قوي فانا اخففه. تمام. وبعد كده انا عملت انيميشن على الكلام اللي جوه. انا عملت انيميشن على الكلام اللي جوه، عايز اعمل نظام انيميشن على الستروك اللي انا عامله او الدايره اللي انا عاملها. فهنروح عند الشيب، ومن شيب هنروح، بدل ان نقفل كل ده هنروح عند كونتست، وبعد كده نتك ادد. ادد هنختار ترم باج. من ترم باج بقى هنعمل ايه؟ هروح عند اول كي فريم واشغل الساعه عند كلمه ستارت واخلي الكي فريم ده 100%. بص 100% بتعمل ايه. بعد كده هروح على الكي فريم اللي بعدها واقول له لا يا عم، اخفي لي الترم باتش. تمام. واتفرج على الفيديو بتاعي. بص بقى المنظر، عملت شغل انيميشن بحاجات بسيطة وحاجات سهلة عندي بالادوات الموجودة عندي. يا ريت تكون بتشتغل معايا واحدة واحدة عشان تتعلم. انا اسلام مندو بعلمك ادوبي افتر افكت من تحت الصفر للاحتراف. اتمنى تتفرج على الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جايه عشان تحترف في الافتر افكت. ما تنسانيش في لايك سبسكرايب. دلوقتي وصلنا لنهايه الفيديو، احب اختم الفيديو بكلمه لا اله الا الله.